يا حاج محمود يا برنس الانتاج، جايب لك برنامج رياضي الاول من نوعه. بص يا سيدي، احنا هنجيب لعيبه كبيره في السن قبل الماتش تتكلم عن اللعيبه الجديده، وبعد الماتش تحلل ادائها. وخد الجديده، نجيب خبير تحكيمي يحلل الاخطاء التحكيميه ايه؟ كل البرامج بتعمل كده؟ طب سلام. البرامج الرياضية مليانة ومعبية، وانا طول السنين دي شايل في قلبي وساكت، وجي اليوم اللي اتكلم واقول بقى كل حاجة. اتكلم ابو الكباتن وما تسكتش. شكرا يا سيدي، محدش خد رأيك. الأسئلة بدأت تهل، ومعانا أول سؤال من جمال أبو العيال. بيقولك يا كابتن، بصفتك إعلامي والإعلامي مدحت شلبي في وقت فراغه بيعمل إيه؟ حبيبي كابتن مدحت ما عندوش وقت فراغ أصلا، ده لما عياله ومراته بيحبوا يكلموه بيعملوا مداخلة على الهوا، لأنه ما بيروحش البيت. الجنرال معسكر في الاستوديو. معسكر إزاي يا كابتن؟ أقول لك إزاي. يوم لقاء القمة مثلا، الراجل ده يبقى عنده شغل أكتر من الحلاق يوم الوقفة، يقدم برنامج الصبح استوديو تحليلي قبل الماتش، ويعلق في الماتش، وبعدها يحلل الأداء بعد الماتش. طب ماشي يا كابتن، ما لو يوم ما فيهوش ماتش بيقعد مع ولاده عادي. برافو عليك. أول مرة تنصفني يا كابتن. أنا مش بقولك أنت يهبل. اليوم اللي ما عندوش فيه ماتش بيعمل برنامج بيلاعب فيه صحابه على الهوا، واللي بيجاوب صح بيقول له برافو عليك. مفيش يوم يعني يطمن على ولاده فيه؟ اليوم اللي بيفضى فيه بيروح يصور إعلان كلوتات. لا هوب كلوتات إيه؟ ما ينفعش نقول كده على الهوا. مودي الشربيني من ابو النمرس بيقول لك ليه كابتن رضا عبد العال ما يتعملوش برنامج باسمه؟ انت قطاع ارزاق ليه يا مودي؟ الراجل لو اتعمل له برنامج انت بتقفل عليه الحنفيه. ده كسب فلوس من برامج الكوره اكتر ما كسب بالكوره نفسها. ده في اليوم لو ما طلعش في 3 برامج على الهوا يروح متنكد، ولا اللي خسر دوري الابطال. دي بيعملها ازاي دي يا كابتن؟ الواد السواق بتاعي كان شغال سواق معاه، بيقول لك بيمشي ب3 بدل معاه في العربيه، وبعد كل برنامج يرجع لمؤاخذه في الكنبه ورا ويغير البدله ويدخل على بلاتو جديد ويعلق رهان جديد. رهان ايه يا كابتن؟ قصدك يدخل يتكلم في الكوره؟ ولا هتقعد تنط في بقي كل همشيك والله العظيم. لما اقول رهان يبقى رهان. البرامج مش بتستضيف كابتن رضا عشان يتكلم في الكوره، بتجيبه يعلقوا معاه رهانات بس كده. في سؤال جاي لك من شادي من بسوس، بيقول لك يا كابتن بمناسبه الكلام على برامج الكوره، ليه سيف زاهر؟ كمل السؤال. ليه سيف زاهر ايه؟ لا هو السؤال كده، هو حاطط علامه استفهام. لو كده فالاجابه كابتن سمير زاهر الله يرحمه ويسامحه ويرحمنا من بعده. اللي بعده هنقول احنا جدول خايب، ما خلاص قلنا. هنقول ليه الجمهور غايب، ما خلاص قلنا. هنقول ليه الهجوم كده عايب، ما خلاص قلنا. هنقول وسط ملعب سايب، ما خلاص قلنا. تحليلنا اتفهم انه مفيش زميلي، ده احنا بناكل عيش. جوانا هبد رغي نقوله تحليل رياضي جد مفيش. خلاص خلصت انا كمان. ندى الزملكاويه بتقول لك بدون زعل يا كابتن عزيز، هي بتكراش على كابتن ميدو وبتتفرج على البرنامج الرياضي بتاعه. فيك الخير والله، ده محدش بيشوفه غيرك يا ندى. عامة بتكراش على انهي ميدو فيهم؟ اصل في ميدو اللي بيطلع يحلل، وفي ميدو اللي بيمرن الاسماعيلي او كان بيمرن الاسماعيلي. بيخلص يقلع الترنج على طريق مصر اسماعيليه الصحراوي، يوصل مدينة الانتاج، يضرب الحلقة بتاعته، يخلص يرجع الاسماعيليه ينام عشان عنده تدريب الصبح. عادي يا كابتن، كان بيحسن دخله، يعني الحياة صعبة. انت تعرف ده لما كان ما بيلاقيش فقرات يعملها، ميدو المذيع كان بيستضيف ميدو المدرب، وكان ممكن يغلطوا في بعض على الهوا كمان عادي جدا. شايف الاجتهاد يا كابتن؟ مش انت اللي بنصحيك بالعافية عشان تصور؟ ربنا بيوفقه بسبب الفرهدة دي. يا سافل. عامة ونعم بالله، بس البرنامج ما كانش حد بيشوفه غير ندى اللي سأل السؤال، والاسماعيلي كان بيخسر اكتر ما بيلعب ومشوه في الاخر. صحيح يا كابتن. ايه رأيك في كابتن مهيب عبد الهادي؟ يا ابني ما تعملش فيها صاحبي بقى. لا يا كابتن، مش انا اللي بسأل، ده حمدي من السنبلاوين. حمدي ولا هبصم؟ احب قوي اضحك مع متابعيني. بص يا حمدي، كابتن مهيب اعلامي زميل ما عنديش مشاكل معاه غير في حاجه واحده، ضيوفه كلها كانت متالقه بس على الدكه وفي التسعينات. لا ودقيقه المداخله ب5 جنيه، ليه انا ادفع 5 جنيه في الدقيقه عشان اكلم كابتن حماده شنح وسمير كمونه؟ ليه اكلم كابتن سمير كمونه اصلا؟ لما تعوز تحيق الفول مثلا. انت هتقلش يلا، قسما بالله جديك بالكاميرا وفوق دماغك. لا مؤاخذه يا كابتني.
خلينا في برنامج كابتن مهيب. كابتن مهيب لما حب يعلي في البادجت شويه بقى بيستضيف كابتن بشير التبعي، وكل حلقه يفكروا بجون بيبو وحاجه اخر مسخره، صريخ ضحك الحقيقه كابتن مهيب. طب وكابتن ابراهيم فايق يا كابتن؟ لا ده جميل بجد، ما عنديش مشاكل معاه، هو وصحبته الحلوه كابتن احمد عز وكابتن تامر وكل الشباب الحلوه اللي بتجتهد في المحتوى بتاعها. بس هو لو يخف مقدماته الناريه شويه، انا كل ما ادخل على اليوتيوب ما بلاقيش غير مقدمه ناريه من ابراهيم فايق. هتولع فينا يا كابتن هيما في مره والله، قسما بالله لو تنين مش هيطلع من بقه كميه المقدمات الناريه دي. عامه لو ما شفتش الحلقه الناريه بتاعت كابتن المصريين في دوري الابطال يبقى لازم ترجع تشوفها، وابعت لي اسئلتك بخصوص البرامج التحليليه في الكومنتات عشان ارد عليك بنفسي. كل حلقه وانتوا كرويين، سلام.